تبدأ أحداث الفيلم بعربات نقل المساجين وهي في طريقها إلى المحكمة، وفجأة تصدر هيل أمرا للعربات بالتوقف بعدما تلاحظ أن أحد المساجين، وهو شاب صغير جدا، أصيب بحالة ذعر شديدة. وقبل أن يصلوا إلى المحكمة تحاول هيل تهدئة السجين المرعوب وتخبره أن كل شيء سيكون على ما يرام، رغم أن أحدا لا يعرف حتى الآن ما الجريمة التي ارتكبها هذا الشاب. وبمجرد وصولهم إلى المحكمة يتضح أن قضيته أثارت اهتماما كبيرا، لأن عددا من رجال الأمن كانوا منتشرين حول المكان. تدخل هيل بالسجين الشاب إلى المحكمة، لكن الوضع يتحول فجأة إلى فوضى عندما يطلق قناص مجهول النار على السجين مباشرة في رأسه، فيموت في الحال قبل أن يتمكن أي شخص من التدخل. بعد هذه الحادثة تنتقل القصة إلى سجين آخر يدعى زيد، وهو رجل يقضي معظم وقته داخل السجن في لعب الشطرنج بهدوء وبعيدا عن المشاكل. وفي أحد الأيام يلاحظ زيد مجموعة من المساجين وهم يضايقون سجينا أصغر منهم، فيتدخل بهدوء وينقذ الصبي، ثم يدعوه للجلوس معه ولعب الشطرنج. والغريب أن لا أحد من المساجين الآخرين يجرؤ على تحدي زيد أو التدخل فيما يفعله، وهذا يوضح منذ البداية أن له هيبة كبيرة داخل السجن. بعد ذلك ينتقل المشهد إلى زنزانة زيد، حيث تظهر صورة معلقة على الحائط لطفل ينتظره في الخارج. وبعد فترة من وجوده في السجن يخبر أحد الحراس زيد بأن هناك شخصا ينتظره في غرفة الزيارة، فيتوجه إلى هناك من دون أن يشك في وجود شيء غريب. لكن عندما يصل يكتشف أن الزائر ليس ابنه ولا أحدا من عائلته، بل هيل نفسها، والتي يبدو أنها جاءت لسبب محدد. وخلال الحديث تسأل هيل زيد عما إذا كان يعرف رئيس عصابة خطيرا يدعى مدير، وهو مجرم ظهر من جديد وبدأ في ضم الكثير من الشباب إلى عصابته. عندها تكشف هيل عن السبب الحقيقي وراء زيارتها، فهي تريد إقناع زيد بالتسلل إلى عصابة مدير والتخلص من رأس العصابة من الداخل. وفي مقابل تنفيذ هذه المهمة تعده هيل بالخروج من السجن ومحو سجله الإجرامي بالكامل. ورغم أن العرض مغر للغاية يرفض زيد في البداية، لأنه يعرف أكثر من أي شخص آخر خطورة العودة إلى عالم العصابات، خصوصا بعدما علم أن هيل فشلت مؤخرا في حماية سجين آخر كان تحت إشرافها. ومن وجهة نظر زيد، إذا كانت هيل لم تستطع حماية ذلك السجين وهو على قيد الحياة، فلا يوجد سبب يجعله يصدق أنها ستتمكن من حماية عائلته أثناء عمله كجاسوس داخل عصابة مدير. ويوضح الفيلم أيضا سبب إصرار هيل على اختيار زيد تحديدا، فهو قبل دخوله السجن لم يكن مجرد طبيب استشاري محترم، بل كان عضوا سابقا في إحدى العصابات، كما كان مقاتلا بارعا ومعروفا في الفنون القتالية على مستوى المدينة. وفي الجزء السابق من حياته اضطر زيد إلى تصفية عصابة كاملة بعدما تسببت في وفاة شقيقه الأصغر، وهذا بالضبط ما يجعل هيل ترى فيه الرجل المناسب لهذه المهمة. فعلى عكس المساجين العاديين، زيد يفهم عالم الجريمة والعنف ويعرف القواعد اللازمة للبقاء داخله، والآن يجد نفسه مجبرا على العودة إلى ذلك العالم من جديد. وفي إحدى الليالي يستيقظ زيد فجأة على صوت أحد جنود السجن، ويتم نقله إلى عنبر خاص يضم عددا كبيرا من أفراد العصابات. ومن دون أن يحتاج إلى شرح طويل يفهم زيد فورا أن هذه الخطوة جزء من خطة هيل للضغط عليه حتى يوافق على المهمة. وفي صباح اليوم التالي يلاحظ زيد أن هذا العنبر يسير بنظام مختلف تماما عن بقية السجن، فالمساجين هنا يسمح لهم بدخول زنزانات بعضهم البعض بحرية، وهذا يعني أن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا قبل أن يأتي أحدهم إليه. وبعد الظهر يتوجه زيد إلى هاتف السجن حتى يتحدث مع زوجته السابقة ويطلب منها أن يسمح له بالتحدث مع ابنه نوح، خصوصا أن ذلك اليوم هو عيد ميلاد الطفل. وللأسف حتى بعد أن ينتظر زيد حتى اللحظة الأخيرة قبل انقطاع الاتصال يرفض نوح التحدث مع والده، فيعود زيد إلى زنزانته محطما. وفي تلك اللحظة يبدأ لأول مرة في التفكير بجدية فيما سيحدث لعائلته إذا قضى سنوات أخرى خلف القضبان. وهنا يبدأ عرض هيل الخطير في الظهور أمامه باعتباره الفرصة الوحيدة المتبقية. فنوح هو كل شيء في حياة زيد، ولهذا السبب يقرر في النهاية الموافقة على عرض هيل، ولكن بشرط واضح، وهو أنه بمجرد انتهاء المهمة لن تطلب منه الدخول في أي عملية أخرى مهما كانت الظروف. ولكي يتمكن زيد من التسلل إلى عصابة مدير تخبره هيل بأنه يجب عليه أولا أن يلفت انتباه سجين يدعى عادل، وهو الذراع اليمنى لمدير. ومن دون إضاعة الوقت يبدأ زيد في تنفيذ خطة هيل. وفي الليلة نفسها يلاحظ 3 من رجال العصابة الذين سبق أن حاولوا الاقتراب منه داخل زنزانته، فيتجه نحوهم بدم بارد ومن دون تردد، ويتمكن من القضاء عليهم واحدا تلو الآخر، وهو يعرف أن عادل يراقبه من بعيد ويتابع كل ما يفعله. وهذا بالضبط ما كان يريده زيد منذ البداية، لأنه يعلم أن العنف هو أسرع وسيلة لصناعة اسم لنفسه داخل عالم الجريمة. وبعد ذلك وفي مشهد قصير يقترب عادل من زيد ويعرض عليه الانضمام إلى عصابة مدير، لكنه يخبره أن أمامه مهمة أخيرة يجب أن ينفذها حتى يحصل على ثقتهم الكاملة. يطلب عادل من زيد أن يؤذي سجينا آخر داخل الزنزانة رقم 157، وهو ما يضع زيد في موقف صعب جدا. فعلى الرغم من سمعته العنيفة وماضيه الإجرامي، زيد ليس رجلا قاسيا بطبيعته، وفكرة إيذاء سجين لا علاقة له بأي شيء تؤثر في ضميره بشدة.
لكنه يفهم في الوقت نفسه أن هذا هو ثمن الاستمرار في مهمته السرية، ولذلك يجبر نفسه في النهاية على تنفيذ ما طلب منه. وبعد أن يكسب ثقة عادل، يخرج زيد من السجن ويتم إدخاله رسميا إلى شبكة مدير. وبدلا من العودة إلى منزله القديم، يقرر الإقامة في شقة جديدة، لكنه قبل أن يستقر فيها يتوجه إلى منزل زوجته السابقة. كانت زوجته قد تزوجت رجلا آخر وأصبحت حاملا في أشهرها الأخيرة، وهذا يجعل وضع زيد أكثر تعقيدا من الناحية النفسية. ومع ذلك لم يذهب إلى هناك من أجل العودة إليها، فكل ما كان يريده هو الحصول على فرصة لقضاء بعض الوقت مع ابنه نوح من جديد. وفي الليلة نفسها يصل أحد رجال عادل ويدعى جيمي إلى زيد ويطلب منه ركوب السيارة كيم، ويخبره أنه ذاهب لمقابلة مدير وجها لوجه. وقبل أن يصلوا يتحول الجو داخل السيارة إلى توتر واضح، بعدما يتم تقييد زيد بعنف من الخلف، ويبدأ جيمي في استجوابه، فهو لا يثق به إطلاقا، ويرى أن دخول طبيب استشاري متعلم إلى عالم العصابات بإرادته أمر يثير الشك. لكن بما أن مدير وافق على وجود زيد داخل العصابة، فلا يستطيع جيمي فعل شيء سوى تحذيره، مؤكدا أنه إذا اكتشف أنه مخبر فسيتولى بنفسه ضمان عدم خروجه حيا. وفي صباح اليوم التالي يقابل زيد هيل سرا داخل أحد المتاحف، ويخبرها بكل ما حدث في الليلة السابقة، بما في ذلك الشكوك المتزايدة لدى جيمي تجاهه. لكن هيل تطلب منه أن يهدأ ويواصل تنفيذ العملية كما خطط لها، وتطمئنه بأن لا أحد في المخابرات أو الشرطة يعرف تفاصيل المهمة سواها. وهذا يعني ببساطة أنه إذا فشلت العملية فسيترك زيد وحده ليتحمل العواقب. وفي الليل يصل جيمي مرة أخرى لاصطحاب زيد إلى مكان مجهول، لكن هذه المرة تكون السرية أكبر، حيث يتم تغطية عيني زيد طوال الطريق حتى لا يعرف الموقع الحقيقي لمخبأ العصابة. وبمجرد وصولهما يتم تفتيش زيد قبل دخوله المبنى، وهذا يضعه في موقف خطير جدا، لأنه كان يخفي جهاز تسجيل معه، وكان أي خطأ صغير كفيلا بكشف هويته وإنهاء حياته في المكان. ولحسن حظه يختبئ سلك الجهاز بالصدفة داخل ملابسه، ويمر التفتيش من دون أن يلاحظه أحد. وبعد انتهاء التفتيش يفهم زيد سبب إحضارهم له إلى هذا المكان، فقد تعرض أحد رجال مدير لإصابة خطيرة، وكان يحتاج إلى علاج طبي سريع، وكان مدير نفسه موجودا ويراقب كل خطوة يقوم بها زيد. والمشكلة أن زيد لم يجري أي عملية طبية منذ فترة طويلة، ولذلك كان يحتاج إلى تركيز كامل حتى يتمكن من إنقاذ الرجل المصاب بنجاح. في البداية يعترض جيمي بشدة عندما يطلب زيد من الجميع مغادرة الغرفة حتى يتمكن من التركيز، لكن مدير يوافق على الفور، لأنه يفهم جيدا أن الطبيب يحتاج إلى الهدوء والتركيز عندما تكون حياة شخص ما على المحك. وفي النهاية تنجح العملية، وحقيقة أن زيد تمكن من إنقاذ حياة أحد أفراد العصابة تجعله يكسب احترام مدير في لحظة واحدة، لدرجة أن مدير يقرر بنفسه توصيل زيد بسيارته ويشكره لأنه أنقذ حياة شقيقه الأصغر. وأثناء عودتهما يدرك زيد مدى خطورة مهمته السرية، خصوصا فيما يتعلق بأجهزة المراقبة. وعندما يعرف أن مجرد التخلص من جهاز التسجيل بعد كل مهمة قد يكشفه بسهولة، يجد حلا أكثر أمانا، فيقرر إخفاء جهاز التسجيل داخل سترته وخياطته في القماش من الخارج. وبعد عدة أيام تتم دعوة زيد للجلوس مع باقي أفراد عصابة مدير داخل أحد المطاعم، وهناك تعقد العصابة اجتماعا متوترا مع مجموعة أخرى من المجرمين يقودها رجل يدعى بوبا. ويبدو أن بوبا هو الشخص الذي أطلق النار على شقيق مدير الأصغر بعدما اكتشف أنه يبيع المخدرات في منطقة لا تخص عصابتهم. وخلال هذا الاجتماع يكشف الفيلم السبب الحقيقي وراء خوف الجميع من مدير، فعلى الرغم من مظهره الهادئ وطريقته المهذبة في الكلام، فهو في الحقيقة قائد ذكي ومخطط بارع يعرف كيف يدير كل موقف لمصلحته. وفي الليل يكلف جيمي زيد بالمشاركة في عملية أخرى تتعلق بشحنة مخدرات مهربة من الميناء، ويكون معه في المهمة عضو آخر من العصابة يدعى رشيد. في البداية تسير الأمور بشكل طبيعي، ويتمكن رشيد من جمع الحقائب والخروج من المنطقة من دون مشاكل، لكن عندما يأتي دور زيد يهاجمه فجأة عدد من الرجال المجهولين من دون أي مقدمات، وبدلا من مواجهتهم فورا يتعمد زيد السماح لهم بضربه، لأن هدفه الحقيقي هو تثبيت جهاز تتبع أسفل سيارة المهاجمين من دون أن يلاحظوا شيئا. وبعد أن تغادر المجموعة الغامضة الميناء يبدأ زيد في تتبعهم من بعيد وبهدوء، وبعد فترة يكتشف أن الرجال الذين هاجموه ينتمون إلى عصابة بوبا، ومن دون أن يظهر أي خوف يدخل زيد بشجاعة إلى مخبئهم حتى يطلب منهم إعادة المخدرات التي سرقوها. لكن لسوء حظ بوبا هو لا يعرف من يكون زيد أصلا، ولذلك يبدأ بالسخرية منه ويعتقد أنه مجرد شاب صغير من رجال مدير، وبدلا من الرد مباشرة يترك زيد بوبا ورجاله يسخرون منه كما يريدون. لكن بمجرد أن يطمئنوا إليه ويخفضوا حذرهم ينقض عليهم فجأة بعنف شديد، ويبدأ في إسقاطهم واحدا تلو الآخر. هذه المواجهة العنيفة تصدم بوبا تماما، فلم يتوقع أحد أن يدخل رجل بمفرده إلى منطقة أعدائه ويواجه عصابة كاملة. ومع الفوضى التي اندلعت داخل المبنى يدرك رجال بوبا بسرعة أنه لا يمكنهم السماح لزيد بالخروج حيا، فيحاصرونه ويحاولون إغلاق جميع المخارج أمامه.
لكن زيد لم يكن من النوع الذي يستسلم بسهولة، فيبدأ باستخدام مهاراته في الباركور للتحرك داخل المكان بينما يبحث بجنون عن مخرج، وفي النهاية يتمكن من الوصول إلى الطابق الأرضي والهرب بعدما يسرق دراجة نارية وينطلق بها بأقصى سرعة. وبالطبع ترفض عصابة بوبا السماح له بالفرار بسهولة، فيلاحقونه وهم يطلقون النار من دون توقف. ورغم أن زيد يستغل أقصى سرعة للدراجة من أجل الهرب، فإن الدراجة تتعرض لعدة طلقات وتنفجر في النهاية، فيسقط زيد بعنف على الطريق بينما يستعد رجال بوبا للقضاء عليه. لكن أصوات سيارات الشرطة تبدأ في الاقتراب، فيضطر رجال العصابة إلى الهرب قبل وصول الأمن. وفي تلك اللحظة يستغل زيد الموقف بسرعة ويقفز داخل سيارة تقودها امرأة، ثم يعود في النهاية إلى مقر مدير. وبمجرد وصوله يشرح كل ما حدث، بما في ذلك دخوله وحده إلى مخبأ بوبا لاستعادة الحقائب المسروقة. في البداية لا يصدق أحد قصته لأنها تبدو جنونية أكثر من اللازم، لكن بمجرد أن يخرج زيد مسدس بوبا كدليل تتغير معاملة الجميع له فورا، ويبدأون في الإشادة بشجاعته. وبينما يستعد زيد للمغادرة يقترب منه عضو صغير في العصابة يدعى ضياء، وتتمثل مهمته داخل عصابة مدير في توزيع المخدرات على المنطقة. يطلب ضياء من زيد مساعدته في تحصيل أموال من شخص اشترى المخدرات في وقت سابق ولم يدفع الدين المستحق عليه. والغريب أن ضياء يعيش بالصدفة في نفس المبنى الذي يسكن فيه زيد، وهذا يجعل الأمر يمسه بشكل شخصي. يشعر زيد بالحزن عندما يرى شابا صغيرا مثل ضياء يدخل عالم الجريمة فقط من أجل توفير المال لعائلته، لأنه رغم كل ما فعله في حياته لا يزال يعرف جيدا إلى أين يمكن أن يقود هذا الطريق. ولهذا قبل أن يوافق على مساعدته يقرر زيد أن يقدم لهذا الشاب درسا قاسيا ونصيحة في الوقت نفسه. وفي اليوم التالي يحاول زيد مرة أخرى الاقتراب من نوح على أمل إصلاح العلاقة المتدهورة بينهما بهدوء، ويحاول أن يفهمه أن دخوله السجن لا يعني تلقائيا أنه إنسان شرير. لكن نوح يرفض هذه الفكرة فورا، ويبدأ في ترديد كلام واضح أنه سمعه من والدته. وعلى الرغم من أن الكلمات تؤلم زيد بشدة، فإنه يواصل محاولاته بصبر، لأن استعادة ثقة ابنه بالنسبة إليه أهم من أي شيء آخر في حياته. وبعد لقاء نوح يلتقي زيد مرة أخرى بهيل داخل مكتبها، ويسلمها جميع التسجيلات السرية التي تمكن من جمعها طوال العملية. وقبل أن يفترقا تحذره هيل من أن يبقى يقظا خلال الفترة القادمة، لأن تقارير المخابرات تؤكد أن عصابة بوبا تبحث عنه وتخطط للانتقام منه بسبب ما حدث داخل المخبأ. وفي اليوم التالي يستدعي مدير زيد مرة أخرى ويكلفه بالعمل مع شقيقه الأصغر نصار ومعهما ضياء. تبدو المهمة سهلة في البداية، فالمطلوب منهم تحصيل الأموال من أصحاب المحلات الذين يعملون في المنطقة التابعة لمدير. وفي البداية تسير الأمور بشكل طبيعي، وتنتقل المجموعة من مكان إلى آخر من دون مشاكل. لكن بمجرد عودتهم إلى السيارة ينفجر الوضع في لحظة واحدة عندما يفتح مسلح مجهول النار عليهم من دون أي تحذير، ويؤدي الكمين الغادر إلى وفاة نصار تقريبا في الحال، بينما يحاول زيد وضياء النجاة وسط وابل الرصاص المحيط بهما. وفي الوقت نفسه كانت هيل موجودة بالصدفة بالقرب من مكان الهجوم، فتتصل بدوريات الشرطة القريبة وتأمرهم بالتحرك إلى الموقع بأسرع وقت ممكن. وبعد وقت قصير تبدأ أصوات صفارات الشرطة في ملء الشوارع، مما يدفع المهاجمين إلى التراجع، ويمنح زيد وضياء فرصة للهروب. يركض الاثنان إلى داخل أحد المحلات القريبة بحثا عن مكان للاختباء، لكن المهاجمين يرفضون الاستسلام ويواصلون البحث عنهما داخل المبنى. وعندما يدرك زيد أن ضياء قد يموت بسهولة إذا بقي هناك يطلب منه الهرب من الباب الخلفي، بينما سيبقى هو في الداخل لتعطيل المسلحين. وبينما يحاول زيد الدفاع عن نفسه ضد المهاجمين يظهر شخص آخر فجأة لمساعدته، ولدهشته يكتشف أن هذا الشخص هو هيل نفسها. لكن الوضع يصبح أكثر خطورة عندما يتضح أن ضياء لم يخرج من المبنى أصلا، وأنه شاهد اللقاء السري بين زيد وهيل بعينيه. وعلى الرغم من عدم تبادل أي كلمات تكشف الحقيقة بشكل مباشر، فإن هذه اللحظة وحدها كانت كافية لوضع هوية زيد السرية كلها في خطر. وفي اليوم التالي يخبر جيمي مديرا بأن الرجال المسؤولين عن وفاة نصار تم التخلص منهم، لكن أحداث الهجوم الأخير تركت جميع أفراد العصابة في حالة شك متزايد. فقد بدأ المجرمون يلاحظون عدة تفاصيل غريبة حول الحادثة، خصوصا بعدما عثروا على أجهزة تتبع كثيرة مخبأة داخل السيارات التي يستخدمها مدير باستمرار. وبالطبع كانت هذه الأجهزة هي التي زرعها زيد سرا طوال فترة مهمته، رغم أن أحدا لم يكن يعرف ذلك حتى الآن. وإضافة إلى ذلك كان رد فعل الشرطة أثناء الكمين سريعا بشكل مبالغ فيه، وهذا جعل عددا من أفراد العصابة يشكون في أن الهجوم كان مرتبا منذ البداية. بدأ الضغط يزداد على زيد، وبدأ جسده يرتجف من التوتر والخوف بعدما أدرك أن أمره قد ينكشف في أي لحظة. وعلى أمل ألا يلفت المزيد من الانتباه إليه يقرر العودة إلى منزله، لكن قبل أن يغادر يطلب منه مدير فجأة أن يذهب معه إلى مكان آخر. وبعد وقت قصير يصلان إلى مخزن مهجور، حيث كان جيمي ورشيد وعدد من أفراد العصابة الآخرين في انتظارهما.
يصبح الجو متوترا ومخيفا في الحال، خصوصا عندما يبدأ مدير في توجيه أسئلة حادة إلى زيد حول أحداث اليوم السابق. وسرعان ما يتضح أن المخزن ليس مجرد مكان للقاء، بل هو مكان للاستجواب. في تلك اللحظة يقتنع زيد أن هويته قد انكشفت بالفعل ويستعد للأسوأ، لكن المفاجأة تكون عندما يتضح أن الرجل المتهم بالخيانة هو رشيد. ويزداد الوضع سوءا عندما يقرر مدير المشاركة بنفسه في الاستجواب. وخلال تلك الجلسة القاسية يشعر زيد بذنب شديد وهو يرى رشيد يتعرض للتعذيب حتى يعترف في النهاية بأنه سرب معلومات إلى عصابة بوبا. وحتى في تلك اللحظة يوضح رشيد أنه لم يخنهم بإرادته، بل لأن رجال بوبا اختطفوا والدته وأجبروه على التعاون معهم. وبعد أن يتعرض للضرب حتى يصبح على وشك الموت يتم اقتياد رشيد تمهيدا للتخلص منه، ويترك ذلك زيد في حالة نفسية سيئة للغاية. وبعد كل ما شاهده يشعر زيد بأنه مسؤول عما حدث، فيلتقي بهيل ويخبرها بأنه يريد إنهاء هذه العملية تماما، لأنه لم يعد قادرا على رؤية المزيد من الشباب وهم يتحولون إلى ضحايا ويموتون كخسائر جانبية لهذه المهمة. لكن بدلا من الموافقة على انسحابه تذكره هيل بأن التخلي عن المهمة في منتصف الطريق سيعيده مباشرة إلى السجن، وأن مدة أطول تنتظره هناك سواء أراد ذلك أم لا. فقد وصلت المهمة إلى مرحلة أصبح من الصعب التراجع عنها الآن. وفي الوقت نفسه يبدأ مدير سرا في استجواب ضياء خلف أبواب مغلقة بعدما أصبح يشك فيه بسبب اختفائه أثناء هجوم اليوم السابق. وعندما يدرك مدير أن هناك شيئا غير طبيعي يضغط على ضياء حتى يخبره بكل ما يعرفه ويهدده بقتل والدته إذا رفض الكلام. وأمام هذا الموقف المستحيل ومن دون أي حل آخر ينهار ضياء في النهاية تحت الضغط ويكشف علاقة زيد بالشرطة، وبذلك تنهار العملية السرية من الداخل. وفي اليوم التالي يقضي زيد وقتا هادئا مع نوح، وتبدأ العلاقة بين الأب والابن في التحسن تدريجيا بفضل محاولات زيد الصادقة والصبورة للتقرب منه. لكن لحظة السعادة هذه لا تستمر طويلا، فعندما كانا في طريقهما إلى المنزل ينصب لهما مهاجمون مجهولون كمينا مفاجئا وسط وابل من الرصاص. وبمعجزة لا يصاب زيد ولا نوح خلال الهجوم، لكن الحادث وحده يكفي ليجعل زيد يفهم أن أمره قد انكشف رسميا، وأن أي شخص قريب منه أصبح معرضا للخطر. وعندما يدرك أن بقاء نوح بجانبه سيضع حياة ابنه في خطر يودعه زيد بحزن ويطلب منه ألا ينساه كأب، رغم أنه يعرف في داخله أن هناك احتمالا كبيرا ألا يلتقيا مرة أخرى. ويصبح هذا الوداع أكثر ألما لأن زيد قضى وقتا طويلا يحاول إعادة بناء العلاقة التي خسرها مع ابنه، والآن يجد نفسه مجبرا على الابتعاد عنه مرة أخرى. وعندما يعود زيد إلى شقته في النهاية يلاحظ أن رجال العصابة فتشوا المكان بالكامل واختفت جميع أجهزة التسجيل التي كان يخفيها، والأسوأ من ذلك أن صورة نوح أيضا لم تعد موجودة. فيشعر زيد بالرعب من احتمال أن تكون عصابة مدير قد وضعت ابنه ضمن أهدافها. يحاول زيد الاتصال بهيل بسرعة طالبا مساعدتها، لكن قبل أن تتمكن من الرد يتم الإمساك به فجأة وتقييده ثم إلقاؤه داخل سيارة من قبل رجال مدير. وبعد وقت قصير يعود زيد إلى نفس المخزن الذي استخدم للاستجواب، وهناك يجبره جيمي على الوقوف أمام مدير وجها لوجه حتى يشرح موقفه. ولزيادة الضغط عليه يكشف مدير أن زيد بمجرد أن يموت سيتم التخلص من زوجته السابقة ونوح بعده. وبمجرد أن يسمع زيد أن عائلته أصبحت هدفا يسيطر عليه الغضب والرعب في الوقت نفسه، وحتى وهو مقيد يبدأ في المقاومة بكل قوته محاولا تحرير نفسه، ويقوم بجرح يده حتى يتمكن من فك القيود، لأنه في تلك اللحظة لم يعد هناك شيء أهم من الهروب. وبمجرد أن ينجح في تحرير نفسه ينقض زيد على رجال مدير بعنف شديد ويقضي على كل من يقف في طريقه نحو الخروج. وبعد هروبه من المخزن يتوجه زيد مباشرة إلى مقر مدير، ولا يوجد في ذهنه سوى هدف واحد وهو القضاء على رئيس العصابة قبل أن تتعرض عائلته للأذى. وفي الطريق يسقط بعنف كل عضو في العصابة يحاول إيقافه ويصبح غضبه مخيفا لدرجة أن العديد من الشباب الصغار داخل العصابة يهربون من المبنى بدلا من مواجهته. وفي النهاية يصل زيد إلى الغرفة الخاصة بمدير، لكنه لا يجد رئيس العصابة في انتظاره، بدلا من ذلك يجد صورة نوح موضوعة في المكان. فيقف زيد للحظة وهو ينظر إليها بشرود، وكانت تلك اللحظة القصيرة كافية لمدير حتى يظهر فجأة من خلفه ويفتح النار عليه، فتصاب ساق زيد بعدة طلقات ويسقط عاجزا عن الدفاع عن نفسه. وعندما يرى مدير زيد على الأرض يستعد لإنهاء الأمر نهائيا، لكن قبل أن يضغط على الزناد يصل ضياء فجأة ويوجه مسدسه مباشرة نحو مدير. وعلى الرغم من أن ضياء هو الشخص الذي كشف سر زيد في البداية، فإنه لم يستطع نسيان ما فعله زيد من أجله والنصيحة التي قدمها له طوال الوقت الذي قضياه معا. وقبل أن يتمكن الموقف من التطور أكثر يطلق زيد النار فجأة ويتمكن من القضاء على مدير وإنهاء أمر رئيس العصابة إلى الأبد. وبعد ذلك يطلب زيد من ضياء المغادرة فورا ويحذره من العودة إلى عالم الجريمة إذا كان يريد حقا أن يصنع لنفسه مستقبلا أفضل.
ولم يمض وقت طويل حتى تبدأ أصوات صفارات الشرطة في الاقتراب من المكان، ومع تضييق قوات الأمن الخناق يختفي زيد بهدوء من المكان أيضا. وهكذا تنتهي أحداث الفيلم، ونلتقي في ملخص جديد، وشكرا على المشاهدة.